يا مساء الخير عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من ايكونولوجي. النهارده هنتكلم عن موضوع جميل جدا وهو البريكس. بص يا سيدي، طول عمر امريكا ماسكه الاقتصاد العالمي ومفاتيحه بعملتها المحليه الدولار الامريكي. لكن في كام بلد كده قررت تيجي وتقول كفايه كده، احنا نلعبها بقوانيننا احنا. وصدقني يا صديقي، الموضوع مش هزار، لأنها مش بلد واحدة، دول 5 بلاد أساسية جوه تحالف اقتصادي ضخم مكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. عاوز أقول ملحوظة على جنب كده، إن ممكن لو حد شاف الفيديو اللي فات بتاعي يلاقي كلام متكرر شوية، وده منطقي لأن أنا في الفيديو ده بتكلم عن البريكس، والفيديو اللي فات أنا كنت بناقش في نص الفيديو البريكس أصلا، فأكيد هيبقى فيه كلام متشابه، بس يعني هحاول على قد ما أقدر إن أنا معيدش الكلام. المهم، التحالف ده بدأ سنة 2009 بهدف بسيط جدا، وهو ان هم يزودوا التجارة بينهم ويقللوا اعتمادهم على الدولار. حاجة بسيطة وتبان سهلة وخفيفة كده، بس للأسف يا عزيزي في السياسة مفيش سهل، وضد أمريكا عمرك ما هتكسب. فلما العاملين بقى دول يجوا مع بعض فيعني ربنا يكون في عونك. طب هم بيعملوا ايه أصلا؟ الفكرة ان هم يتاجروا مع بعض بعملتهم المحلية، او يخططوا يطلعوا عملة جديدة ويستخدموها بدل ما يدفعوا بالدولار يعني، وكده هم بيحاولوا يكسروا هيمنة الدولار. طب ليه ده بقى ممكن يبقى خطر على امريكا؟ لان كل ما دول اكتر تسيب الدولار وتشتغل بعملتها المحلية، الطلب على الدولار هيقل، لان زي ما قلت لك قبل كده الدولار عملة متعومة وبتخضع تحت معايير العرض والطلب، فكل ما يقل استخدامها اكتر كل ما يقل قيمتها اكتر، وساعتها امريكا هتخسر اقوى سلاح اقتصادي عندها، القدرة على الطباعة في اي وقت واي مكان، والكل مضطر يوافق. غير برضو البترودولار اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، اللي هي لو اي بلد في الدنيا عايزة تشتري نفط فهي محتاجة ان هي تجيب دولار الاول. لو الحاجتين دول بقى اتكسروا امريكا هتتزنق. طب واحدة واحدة كده، هو ايه الجبروت ده كله؟ ليه كل ده؟ يعني ايه اللي موجود عندهم يدوم الثقة دي كلها؟ بص يا سيدي، ناخدها واحدة واحدة ونبدأ نبص على الدول أصلا اللي جوه البريكس. أولا الصين، أكبر مصنع في العالم. ثانيا روسيا، واحدة من أكبر مصادر النفط والغاز. ثالثا الهند، سوق ضخم ومصدر تكنولوجيا وخدمات. رابعا البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية ومصدر أكل ومنتجات. خامسا جنوب أفريقيا، غنية بالذهب والمعادن. تخيل كده بقى كل دول ومتفقين مع بعض، شوف القوة. لا هما مش بس كده، كمان انت زيد على كل ده الدول المنضمة حديثا برضو. عندك مثلا مصر، موقع استراتيجي عند قناة السويس اللي هي بوابة افريقيا واسيا. واثيوبيا، نمو اقتصادي سريع وسوق ناشئة في شرق افريقيا. ايران، احتياطي نفط وغاز ضخم وموقع جغرافي مهم في الشرق الاوسط. الامارات، مركز مالي وتجاري عالمي وقوية في الاستثمار والطاقة. اندونيسيا، رابع اكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم واقتصاد متنوع وموارد طبيعية غنية. ده غير الدول الشريكة اللي من غير ما تكون منضمة بشكل مباشر، زي مثلا بيلاروسيا، مرتبطة اقتصاديا وسياسيا بروسيا ومركز صناعي وزراعي في اوروبا الشرقية. وبوليفيا، اكبر احتياطي للليثيوم اللي هي مهمة للبطاريات والسيارات الكهربائية. كيوبا، موقع استراتيجي في الكاريبيان وعلاقات قوية مع أمريكا اللاتينية. كازاخستان، دولة غنية بالنفط والغاز والمعادن وموقع بين آسيا وأوروبا. وماليزيا، مركز صناعي وتجاري مهم في جنوب شرق آسيا. نيجيريا، أكبر اقتصاد وأكبر عدد سكان في أفريقيا ومنتج كبير قوي للبترول. تايلاند، اقتصاد سياحي وصناعي متطور ومركز تصدير إقليمي. أوغندا، نمو اقتصادي سريع وموارد طبيعية وزراعية ومعدنية. أوزبكستان، موقع استراتيجي في آسيا الوسطى وغني بالغاز والمعادن. فيتنام، واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في آسيا والبديل الصناعي للصين في بعض المجالات. قوة مهولة موجودة عندهم، حاجة لا تصدق. تخيل كده كل دول متلمين على بعض وموافقين سوا ان هم يقفوا قصاد ناس. بس للأسف الحلو ما بيكملش، لان مع كل ده مش معناه ان مفيش عقبات. طب ايه هي العقبات؟ اولا عملتهم مش مستقرة زي الدولار،
ثانيا في اختلافات سياسية بينهم زي الهند والصين اللي بيختلفوا على الحدود بقالهم سنين. ثالثا مفيش عملة عالمية جاهزة تغطي كل احتياجات التجارة، بل مجرد عملات محلية مش هتطلع بره تجارة بلادها الأم. رابعا اختلاف الأولويات والمصالح بين الدول الأعضاء، كل دولة ليها أجندة خاصة وده بيصعب الوصول لقرارات موحدة. خامسا تغيير الحكومات أو السياسات الداخلية، ممكن دولة تغير موقفها تماما بعد انتخابات أو انقلاب. سادسا عدم الالتزام بالتعهدات، زي الدول اللي بتوقع على الدعم أو الإنفاق العسكري وبعدين ما بتنفذش. طب يعني كل وحش؟ كل الهيصة اللي طلعنا بيها دي في الآخر مفيش حاجة طلعنا بيها بمكسب؟ لا في. تعالوا نشوف كده مثلا ايه آخر التطورات اللي حصلت في البريكس. اولا كده روسيا والصين بقوا بيشتغلوا باليوان الصيني في صفقات النفط والغاز بدل الدولار، ودي اولى خطوات القضاء على البترودولار. ثانيا في خطط لعملة رقمية مشتركة مدعومة بالذهب، بس الموضوع لسه بدائي شوية، بس الموضوع ده لو كمل هيكون نقلة كبيرة. ولو عاوزيني اعمل حلقة اشرح فيها يعني ايه اصلا كريبتو كرنسي او عملة رقمية اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ثالثا بنك التنمية الجديد NDB التابع للبريكس بدأ يمول مشاريع بالبرازيل وجنوب أفريقيا بعملاتهم المحلية من غير ما يمر على صندوق النقد الدولي اللي هو IMF. رابعا روسيا وإيران بيشتغلوا على خط غاز جديد يربط آسيا وأوروبا، وده هيخلي الطاقة عندهم أرخص ومتوفرة للأعضاء. خامسا الصين بتستثمر في واحدة من أقوى مشاريع الطاقة الشمسية والبنية التحتية في أفريقيا ومحليا عن طريق شركائها في البريكس، وحاجات تانية كتير بس دول أبرزهم يعني. فالخلاصة كده البريكس مش لعبة، هم مش بكرة هيكسروا الدولار، لكن كل خطوة بيعملوها بتخلي أمريكا تحس بالضغط. وأي حد فاكر إن النظام الاقتصادي العالمي ثابت لازم يفتكر إن زمان كان الجنيه الاسترليني هو ملك العالم، ولما حصلت الحرب العالمية التانية أمريكا هي اللي خدت الكرسي زي ما قلت لكم قبل كده. وبصراحة كده هو حتى لو البريكس وصلوا لمكان قوي فهو في منظمات تانية لسه البريكس محتاجة تعديها الأول، يعني زي مثلا الناتو اللي هو واحد من أكبر التحالفات العالمية. أنت بتتكلم على أمريكا وكندا وثلاث أرباع الجزء المهم في أوروبا كلهم متحالفين مع بعض، وده أصلا اللي مخلي مفيش حد عارف يفتح بقه مع أمريكا. واليوروبيان يونيون اللي هو الاتحاد الاوروبي اللي هو جزء منه موجود جوه البريكس وجزء منه موجود جوه الناتو وجزء منه موجود جوه الاتحاد الاوروبي، وده طبيعي جوه التحالفات الاقتصاديه السياسيه. والASEAN اللي هي رابطه دول جنوب شرق اسيا للتعاون السياسي والاقتصادي. فزي ما قلنا الموضوع مش سهل، حتى لو وصلوا في ناس تانية لسه لازم يعدوها الاول. طب في الاخر كده هل يمكن نشوف يوم الدولار يقع فيه والبريكس ياخد مكانه، ولا دي احلام بعيده؟ وهل ده اصلا شيء كويس ولا ممكن نندم عليه بعدين ان احنا دعمناه ونيجي نقول كده في يوم يا يوم من ايامك يا سي ترامب؟ تبا للدنيا لو ده حصل. صراحة كده رأيي الشخصي ممكن ينافسوا بس صعب ياخدوا مكان الدولار عشان الأسباب اللي كنت قلتها في الفيديو اللي فات، لكن لو هنتكلم بجد هم أصلا عشان يوصلوا المكانة إن هم ينافسوا ده محتاج وقت كتير قوي، يعني مش أقل من 10 سنين مثلا. هي السياسة عموما بطيئة وبتاخد وقت عشان دي بتبقى مخططات عالمية هتأثر على الكوكب كله مش مجرد قرارات بسيطة يعني. وبس كده انا كده خلصت حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك، ولو حبيت النوعية دي من الفيديوهات ما تنساش تشترك في القناة، ولو عايزني اتكلم عن فيديو معين او فكرة معينة اكتب لي تحت في الكومنتات. وشكرا على مشاهدتكم ايكونولوجي وسلام.